السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الياسين. النهاردة هنشرح لكم ازاي تعمل جواز سريع من جوازات العباسية في نفس اليوم. بتعمله في نفس اليوم وتستلمه في نفس اليوم. بس اولا فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله، ولايك دعما ليصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. اول حاجه بتدخل الجوازات عند في ظباط بيبقوا قاعدين كده. بتاخد استماره، بتقف في الطابور بتاع الطابور، تاخد منه استماره، تقول له عايز اعمل جواز سريع. اهم حاجه يبقى معاك 3 صور او 4 صور، تمام، بس الاساسي 3. خد 4 معاك احتياطي. بتاخد شهادة الجيش والبطاقة الشخصية طبعا تكون سارية، وتخش على ضابط الجوازات تستلم منه بالبطاقة والبطاقة الشخصية وبطاقة الجيش، تستلمهم منه. وبعدين وبيديك رقم. طبعا بتقف قدام زي ما انتوا شايفين كده قدام الشاشة كده. لما يجي الرقم بتاعك تدخل على الموظف يراجع البيانات. طبعا تكون انت مالي البيانات، معاك قلم وتملى بياناتك كلها في الورقة. الاستمارة اديها لك، بس بتملى الوش بس، محدش يملى اي بلد تاني غير الوش. ظهر والحاجات دي لأ، دي تبع الموظف كلها. وبعدين بتروح على بيديك ورقة بالرسوم تدفعها في الخزنة. الرسوم تقريبا بتبقى لو المؤهل حوالي 1128 وزائد 325 حاجة اسمها أمان. تمام. بعد ما تدفع 325 في الأمان وال 1128 في الخزنة، بتاخدهم وترجع بقى تقف بقى كده، هترجع الموظف تاني اللي انت كنت عامله في مكان، معاك الرقم بتاعه، وتديله ويديك اتصال طبعا ان هو يستلم منك الملف. طبعا تحت انا شبه استمارة البطاقة بالظبط. وترجع بقى يقول لك بقى تعالى من 4 ل 6 يستلم البطاقة من 4 ل 6. انت ممكن تروح من 3 ل 3 ونص. تمام. بتلاقي طابور طويل عريض خالص. في ناس بتسلم بتلاقي لسه جوازة طالع مش عارف ايه. انت من 3 ونص تكون موجود ان شاء الله. لو رحت بدري يعني خلصت بدري قبل 10، روح من 3 ان شاء الله تستلم جوازة كده. تقف في الطابور وتستلم. بترجع بعد ما تستلم الجواز، ما تمشيش على طول تاخد الجواز وتمشي، لا، بتروح لشباك 37 عشان يفعلك بعد كده على السيستم تبع الجواز. كده تكون خلصت الجواز الحمد لله. لو في اي استفسار حطوه في التعليقات. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.